اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معانا النهاردة غدا جميل سهل وبسيط. الفيديو ده على فكرة مصور من زمان، كنت عند ماما. كنت في البلد عند ماما فصورت بقى وانا هناك. تمام، تعالوا نشوفه، نسمي الله ونشوف الفيديو الجميل الظريف البسيط بتاعنا النهاردة. أول حاجة بسم الله، معايا هنا حوالي كيلو ونص او 2 كيلو من اللحمة. حطيناهم في الحل، حطيت طماطم بصل وتوم وقرن فلفل وكمان فلفل اسمر، وحطيت ملح. تمام، وهشوح اللحمة دي كويس جدا. تمام، معايا هنا حلة حاطة فيها، حطيت بقى هنا ملح، وكمان هرجع احط بقى شوية زيت عشان هنسلق كيسين من المكرونة العادية خالص بتاعتنا. احنا مش هنعمل مكرونة بشاميل، لا احنا هنعمل مكرونة بس صلصة عادية خالص. تمام، تعالوا بقى نشوف اللحمة بتاعتنا بعد وهي بتتشوح كده. انا هشوحها لغاية ما اللون بتاعها، شايفين اللون بتاعها اهو ابتدى انه يغير. بتبتدي انها تتشوح كويس جدا، شايفين ما شاء الله. زي ما قلت لكم دول حوالي كيلو ونص او 2 كيلو من اللحمة، انا مش عارفة بصراحة. عليهم بصل وطماطم وتوم فلفل اسمر وقرن في شطة، وكمان هحط مكعب من المرق. هنا خلاص كنت فتحتها تاني عشان كانت اتشوحت وهزودها. معايا هنا حلة حطيت فيها معلقتين زيت، طماطمايه مقطعه نصين، جزرايه، قرن فلفل، ورق لوري، وكمان حطيت حبهان، وحطيت هنا فصين من التوم. معايا هنا حوالي نص بطايه كده ما شاء الله. فهشوحهم كده في الخضار اللي احنا عملناه. حطيت ملح وفلفل اسمر وكزبره وكمون. تمام، وهسيب نص البط اللي معايا ده لغايه ما ما يتشوح لونه يتغير. هنعمل الحله، هنجيب هنا حله عشان خاطر هنعمل التسبيكه بتاعه المكرونه. هنعمل جبت بصلايه متوسطه كده ومعلقه كبيره من الثوم، دقها كده في الهون مع قرن فلفل. واول ما البصلايه كده معايا اصفرت هنزل عليها بشفشق من الطماطم. تمام كده. معايا مكعب مرقه، معايا فلفل اسمر، ومعايا ملح، ومعايا كزبره ناشفه، ومعايا كمان كمون، ومعايا مكعب من المرق. دي بتاع التسبيكه بتاعت تحت المكرونه. معايا هنا هنعمل رز بسمتي، معايا لومي، معايا كمان قرفه، معايا كمان اللهم صل على النبي، ومعايا قرنفل، ومعايا ورق لوري، وشوحتهم والنص تشويحه. بعد كده نزلت بالرز البسمتي. حطيت هنا على الرز البسمتي جزرايه مبشوره، مكعب مرقه، كاري، وكركم، وكمان حطيت رشه بسيطه من فلفل اسمر وكزبره ناشفه. شوحت الرز بتاعنا ده كويس جدا زي ما احنا شايفين كده. عايزه اقول لكم اعمليه بالطريقه دي هتحبوها جدا جدا جدا. وزودناه بقى من الشوربه، ما زودتوش ميه، زودت شوربه من العجالي دي. عملت هنا كمان رز ابيض عادي جدا طبعا كلنا بنعرف نعمله. تمام، وده الخضار بسله بجزر ببطاطس، مش انا اللي عملاها دي بصراحه، اللي عملت كانت عاملاها ماما. عملنا هنا فته بالعيش البلدي بتاعنا كده، فتتناه، وكمان جبنا عليهم كبشتين 4 كده من الشوربه عشان خاطر تلين معانا الفته دي. هطلع بقى اللحمه بتاعتنا دي في سرفيس كده عشان خاطر هدخلها الفرن. هديت لها رشة ملح ورشة فلفل وهدخلها الفرن. معايا هنا معلقة كبيرة من التوم برضو دقاها بحبة كزبرة وقرن فلفل. واول ما يصفروا كده هنزل عليهم بالخل كده، خلاص كانوا اصفروا. هنزل عليهم بحوالي 3-4 معالق كده من الخل وكبشتين من الشوربة. هنا خلاص كانت التومية اتعملت. هرش كده على الفتة. احنا ما بنعملهاش طماطم، تمام، احنا بنحب الفتة بالثوم والخل، دي بتبقى جميلة جدا. معايا هنا الفتة هرش زي ما قلت لكم، هرش كده عليها على الفتة، على طبق الفتة ده. انا مش عاملة كتير لان برضو في اللي بيقبل الفتة وفي اللي الفتة مش بتقبله. تمام، رشيت كده وهرش عليها من فوق، هرش بقى كده من فوق حبة فلفل اسمر وهسيبها شوية. ده الرز الابيض بتاعنا بعد ما استوى، انا محمرة حباية وحباية. ده الخضار بتاعنا، الشوربة بتاعتنا شكلها جميل وطعمها كان جميل جدا، والرز البسمتي جميل، ودي المكرونة اللي بالصلصة. تمام، وكمان كنت حطيت اللحمة في الفرن والبطة والسلطة الخضراء بتاعتنا الجميلة دي. كده الفيديو يبقى خلص، وما تنسيش تحط لي لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو.